بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. النهارده ان شاء الله هنخلل مع بعض الفسيخ. طبعا للعيد بتاعنا، العيد الصغير وعيد اخواتنا الاقباط وشم النسيم، فانا هنزل لكم الفسيخ. كمان هعمل البسارية وهعمل السردين، يعني شويه مخللات كده للمناسبات دي. هنا بقول لكم الفسيخ اهو، انا غسلته. عايزه اقول لكم غسيله، انا بمسك الفسيخيه من ديلها وبنزل عليها الميه واغسلها من النغشاش حلو قوي، لان النغشاش بيبقى فيها طين من البحر وكده. وبقول لكم ان انتوا تجيبوا الفسيخ يكون البور يكون صابح، تعرفي البوريه ان هي صابحه، ان هي تبقى ماسكه نفسها كده وعينيها بتلمع وتبقى نظيفه كده، وتعرفيها ان هي صابحه. او تبقي موصيه حد، انا كنت موصيه حد عليهم دول الواحده كيلو عشان يبقى حلو كده ومزبد. هنا انا حطيت على الكيلو 3 معالق ملح رشيدي من عند العطار، مش ملح ناعم، ملح خشن هو اللي ظبط معايا بصراحه، لان انا عندي الضغط والملح الزياده بيتعبني. في ناس بتحبه دلع وفي ناس بتحبه حادق، هو دلع 3 معالق ونص وبتاع ده، ومعلقه شطه صغيره. بمسك بقى الفسيخ بعد ما نشف خالص، ولو في ميه او لسه يعني في ميه ما اتصفتش، يعني طول النهار انا خليته في مصفى، باجي بقى بمناديل المطبخ او بحته نظيفه وانشف في الخياشين، ما اخليش فيها نقطه ميه. ومره تانية لما اجي اغسل السمك من ديله، امسك السمكيه من ديلها عشان الميه ما تخشش في بطن السمكيه تنتنها، هتنتنها ويجي فيها حاجات وحشه. لازم تبقى ايه السمكيه ناشفه زي ما انتوا شايفين كده. هو في نفس اليوم اتخلل، ما بيتوش ولا حاجه يعني انا الصبح غسلته، بالليل كنت بعمل فيه بعد الفطار. انا عاملاه كنت في رمضان، يعني هو اخد 15 يوم بالظبط تخليل. اول شنطه احط فيها الفسيخ، اول شنطه لازم تكون شنطه نظيفه اهو، يعني ما يكونش فيها مطرحها عيش ولا خضار ولا الكلام ده. بعد كده بقى لمي ايه في شنط نضفيها وحطي فيها، لان هو كذا شنطه حطيتهم في قلبيه، يعني بتاع 3-4 شنط تاني. تمسكي بقى ايه خلف خلاف كده، يا اما عايزه تحطي ببطرمان كبير ماشي، عايزه عندك علبه كبيره بلاستيك ماشي تحطي فيها اي حاجه، شنط زي كده ماشي. المهم حطيت الفسيخ كده خلف خلاف وشويه ملح عليه كده من على الوش، والشنطه بقى تتفضى من الهواء وتتربط قوي عشان ما يدخلوش هوا. الملح اللي فات حطيته عليه اهو، هو كان 3 معالق ملح، فعلا طلع مظبوط وطلع جميل ودلع وحلو قوي، احلى من بتاع المحلات 100 مره. كفايه ان انت غسلاه لا عليه دبانه ولا عليه حاجه، وانت بتاكلي الحاجه مطمنه، الواحد معدته اصلا تعبانه لوحديها. مسكته بقى، حطيت بقيه الملح اللي فاض عليه اهو، واربط الشنطه حلوه قوي، اخرج منها الهواء واربطها حلوه قوي. بعد كده بردك هحطه في شنط تانية، يعني مش هتكون هي دي بس، يعني هي دي اول شنطه تكون سليمه عشان الميه اللي فيه هي اللي بتسويه. كمان الشنطه تكون نظيفه عشان ايه، يعني تاكلي حاجتك نظيفه، تبقى انت عارفه ان انت عامله حاجتك في البيت ومنضفاها وعارفه انت عاملاها ازاي. مسكت الشنطه فضيت منها الهواء ربطتها، هلف بقى في شنط تانية وبالوستر، لازم الف كده بحاجه ببلاستر، لو عندك اللي هو الاسترتش ده اعملي بيه. اهم حاجه ان السمك ما يخشلوش هوا، يعني تكتميه كده كتمه العدس اهو. انا بقول لكم هنا ايه، بنبه بردك ان انتوا تلفوه حلو عشان الهوا ما يخشلوش هوا اهو. اهم حاجه ايه يتربط حلو قوي بالبلاستر. عايزه تحطي ببطرمان حطي، بس بردك لو حطيتي ببطرمان وانت بتقفلي الغطا بتاعه تحطي له بلاستيك عشان ما يبقاش فيه هوا. ممكن في ناس بتعمله ببطرمانات بيبقى حلو برضه. كل سنه وانتم طيبين، واعملوا حاجتكم ببيتكم انضف وارخص. هو اي نعم البوري غالي اليومين دول، مش رخيص، بس مش زي ما هتجيبي فسيخ. شوفي بقى الكيلو بكام اهو. بقولك كل وقت والتاني تقلبيه، يعني انت قلبي النهارده قلبتي الناحيه دي، بكره تقلبي الناحيه دي كده عشان يبقى كله يبقى، لان هو ينزل ميه. بصوا لازم يستوي في الميه بتاعته دي،
هو اخد مني بالظبط 15 يوم، وكان زي ما انتوا شايفين كده، يعني زبده مش قادره اقول لكم الحلاوه والطعامه بتاعته ازاي. واهم حاجه ان هو كان دلع. انا بجيب الفسيخ من بره باكله ضغطي بيعلى وببقى مش قادره، قليل قوي يعني لما بجيبه من بره، ما بكدبش عليكم يعني. اه يعني لما نكون مزنوقين ولا حاجه بنجيب كيلو ولا حاجه ايه من عند ناس يعني معروفين، بس بيبقى ملحه مش زي ما انا عملت ملحه مظبوط كده. الملح بتاعه كان المره دي فعلا تحفه، اللي هو اكررها تاني 3 معالق على الكيلو ملح خشن. بصوا السمك عامل ازاي، زبده الفسيخ. انا نضفت بقى واحده وحطيتها في، بقى لكم انا هنا باكلها بالشوكه، ما باكلش بقى بعيش ولا وسخ ايديا، خلاص هي حاجه كده فاخر من الاخر. كل سنه وانتم طيبين يا رب.